السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم قصتنا عن سفاح عفس برلين خلى ألمانيا ليل ونهار ما يناموا. سفاح برلين اسمه كابل قرسمان، من مواليد 13 ديسمبر سنة 1863 ميلادي، من أم وأب غير معروفين. بما إنه أمه وأبوه غير معروفين، عاش طفولته في رعاية أو في دار رعاية الأيتام. ولما كبر اتنقل من وظيفة إلى وظيفة لغاية ما استقر على وظيفة جزار، ويا ليته ما استقر على هذه الوظيفة. كان هذا السفاح انطوائي وكان سادي، ويقال انه كم مرة تم القبض عليه بسبب تحرشه بالاطفال، وكان كثير العلاقات النسائية، ولكن هذا السفاح ما تزوج. ولما صارت الحرب العالمية الاولى وصار القلاء في الاسواق، هنا صارت كل السلع غالية، وحتى اللحم صار سعره غالي. طبعا بما انه سعر اللحم ارتفع، قلوا الزباين عند السفاح او عند سفاح برلين، اصبحوا الزباين قليل عنده. وهنا جلس سفاح برلين هذا يفكر ويا ليته ما فكر يا ناس، يا ليته ما فكر. يفكر كيف يجيب لحم بديل ويكون ارخص من هذا اللحم اللي هو لحم البقر او لحم الخروف او. وهنا يا جماعة الخير لقي اللحم اللي هو جالس يدوره الرخيص. هنا شوفوا يا جماعة فين وداه مخه، لقي اللحم الرخيص هذا في لحم العاهرات. العاهرة اللي بالفعل لحمها رخيص سواء هي حية، وعند سفاح برلين لحمها رخيص وهي ميتة. استغفر الله العظيم واتوب اليه. بس هذا سفاح برلين كان طول عمره مقضيه مع العاهرات، وهنا بدأ يفكر أيضا حتى في شغله في العاهرات. ومن هنا بدأ كارل في رحلة تقطيع الحريم والجزارة الحريمية أو جزارة العاهرات، واللي صار يوميا يجيب واحدة أو ثنتين في اليوم أو ثلاث من بيوت الدعارة، واللي لما تروح معه هذه العاهرة طبعا يوديها إلى شقته اللي كان مستأجرها لهذا الغرض، واللي يدخل معهم إلى الشقة ويجلس يشرب الخمر معاهم إلى أن تسكر العاهرة. ولما يعرف إنها خلاص انتهت يقوم ويهجم عليها ويذبحها، وبعد ما يذبحهم يبدأ يقطع في اللحم. والصبح كان ياخذ اللحم جاهز مقطع وإلى محل الجزارة. وهنا سفاح برلين كارل قام يبيع هذا اللحم على إنه لحم خنزير، وأيضا كان يسوي من لحم العاهرات نقانق، وكان يحطهم في خبز صامولي ويبيعهم سندويتش. وكان يبيع هذه السندوتشات اللي بالنقانق في محطة قطار بالقرب من بيته. يقال هنا انه كارل ما كان يذبح ويصلخ علشان محتاج فلوس او كذا، لا، لانه كان يحب المهنة هذه، يحب مهنته. لا حول ولا قوة. والدليل على هذا الكلام انه لما كان يذبح الضحية ما كان يقرب لاشيائها ولا ياخذ اي شيء من اللي معها، واللي كان يكتب في ورقة أنا لست لص أنا جزار. جزروك يا شيخ. في 21 أغسطس عام 1921. المهم في هذا اليوم كان الجزار كارل مشغول أيضا، عنده ضحية جالس يصلخ ويقطع ومشغول في ضحيته. طبعا هنا جار كارل سمع صوت صراخ جاي من بيت كارل. هنا جار كارل هذا اتوجه على طول لقسم الشرطة، ما عنده هذا لف ودوران،
اتوجه إلى قسم الشرطة وقدم بلاغ على اللي سمعه. وهنا بسرعة اتوجه الشرطة إلى شقة كارل واقتحموا الشقة. وهنا كانت المفاجأة، أول ما دخلوا رجال الأمن إلى الشقة أول ما شافوه انصدموا منه حرمة أو مرة معلقة مصلوخة، مذبوحة ومصلوخة. سبحان الله، أي قلب يمتلك هذا؟ أي قلب؟ هل هذا لديه مثلنا؟ هل هذا لديه قلب مثل قلوبنا؟ هل هذا لديه قلب بشر؟ وهنا على الفور ألقت الشرطة القبض على كارل. المهم بعد ما تم القبض عليه بعدها حولوه إلى المحاكمة، واللي حكموا عليه بالإعدام في تاريخ 5 يوليو عام 1922 ميلادي. وأثناء ما كان القاضي قاعد يقول الحكم في كارل قاعد يضحك. قام القاضي وقال لكارل: ليش تضحك؟ ما هو انت عارف اني انا جالس الان بحكم عليك بالاعدام وانت تضحك؟ ايش رد عليه كارل رد على القاضي وقال له: يا حضرة القاضي، لو انا يدي ما فيها الكلبشات هذه كان قمت الان وسويتك مثل الضحايا، كان قمت ذبحتك وصلختك وقطعتك. المهم ولما اجى موعد تنفيذ حكم الاعدام راحوا الى الزنزانة علشان ياخذونه الى منصة الاعدام، وهنا لقوه شانق نفسه في زنزانته. والى هنا وصلنا لنهاية قصتنا. القاكم في قصة قادمة باذن الله تعالى، فالى ذلك الوقت استودعكم الله، وفي امان الله.